السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة هدى. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير لي فوغ نواغ بوصفة ناجحة من أول مرة وكيكة رطبة، وغادي نوريكم خطوة بخطوة بلا تعقيد بمكونات بساط. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. دابا غناخذ واحد الكاسرونه غنحطها فوق البوطه وما نشعلش البوطه. دابا تندير 250 غرام ديال شوكولاطه عادي، وغندير كاس ديال العنبه ديال الزيت غنفرغوا على الشوكولاط، وغادي ندير كاس ديال المسوى ديال العنبه نفرغوا حتى هو على الخليط، وكاس ديال السنيده اللي عبرت به الماء والزيت غنعبر به السنيده، وغادي نشعل البوطاير بالمهل باش ما يتحرقش لينا الشوكولاط. غير بشويه ونخلطوا الخليط غير بشويه بشويه تيتخلط لينا مزيان كما كتشوفوا. ما نخليوش يغلى باش ما يتحرقش الشوكولاط. صافي نخلطوا مزيان كما كتشوفوا، نخلطوا مزيان باش نخلطوا الخليط هكا كما كتشوفوا. غير بشويه بشويه تيتخلط لينا الخليط مزيان. انا غناخذ واحد الخليط نديرو في هذا الكاس ديال العنبه، وغادي نمشي للنواشف. دابا انا خدت 250 غرام ديال الفرينه، غادي نغربلها. واللي ما عندوش الميزان يدير زلافه ديال الطحين يكون ممتاز. الطحين يكون مزيان مزيان باش تخرج الحلوه زوينه. وحاولوا تغربلوه، تغربلوا الطحين. دابا انا غناخذ 2 اكياس ديال الخميره، كل كيس ما يعادل 7 غرام ديال الخميره، حتى هي نغربلها مع الطحين. دابا غندير واحد القبيصه ديال الملح، نخلط الخليط كما كتشوفوا. نخلط الخميره مع الطحين وندير واحد القبيصه ديال الملحه حتى هي نخلطها هكا. وغادي نجيب الخليط ديالي اللي درتو ديال الشوكولاط، غادي نزيدو على الطحين كما دفا وداكشي راني زدتو على الطحين. غنفرغ كلشي في المول، وغادي نحاول نخلط مزيان باش مزيان من اسفل الى الاعلى كما كتشوفوا. نخلطو مزيان مزيان باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات ديال الخميره وديال الفرينه. حاولوا تخلطوا مزيان باش تخرج كيكه تخرج زوينه بهذا الشكل كما كتشوفوا. بحال هكا مزيان. ودابا انا خدت واحد 4 البيضات، خرجتهم بالحراره المطبخ ودرتهم في واحد الزلافه باش نشوف لا تكون شي وحده خاسره فيهم. ندير وحده مره وحده ونخلط مزيان مع الخليط، بيض مع الخليط، وحده مره وحده. دابا انا درت الثانيه حتى هي. حاولوا تخلطوا البيض مزيان باش كتخرج هاد الكيكه كتخرج مزيانه وكتخرج خفيفه وزوينه. دابا نخلطو مزيان من الاسفل الى الاعلى البيض، ونحاولوا نخلطوه مزيان باش ما يبقاش. دابا انا غندير البيضه الثالثه حتى هي غنخلطها مزيان كما كتشوفوا، وبيضه 7 بيضه باش يخرج معنا الخليط مزيان. دابا انا درت البيضه الاخرى الرابعه. دابا نخلط مزيان مزيان باش ما يبقاش البيض كاع باين، باش تجي الكيكه خفيفه وتجي زوينه. دابا انا خلطت مزيان مزيان من الاسفل الى الاعلى. جبت المول اللي غندخلو الفران، غادي ندير السوفريزي لتحت، نقطعو نديرو لتحت وندهن الجوانب بالزبده والطحين، رشوه بالطحين. وغادي نفرغ الحلوى ديالي. راني خليت الفران 180 درجه، شعلته وخليته سخن باش يسخن باش تجي الحلوى مزيانه. دابا انا غنخبط هكا واحد 2 خبطات باش يتقاد ليا الكيكه وتجي مزيانه. دابا انا غادي ندخلها للفران نديرو 40 دقيقه ونخرج الحلوى. دابا انا خرجت الحلوى قاديتها بالاطار من الجوانب باش تعطيني واحد الشكل زوين ديال الكيكه. ولا بغيت تخليوها هكا خليوها ماشي مشكل. دابا انا غنقطعها على 3 القطع كما كتشوفوا بهاد القطعه ديال المنشار. الا عندكم الموس قطعوا به ماشي مشكل بحال بحال. دابا غنقطع 3 القطع كيكه كما كتشوفوا هكا، وحاولوا تقادوهم متساويين باش تجي الشكل زوين ديال الكيكه. دابا انا غادي نحطهم هكا ونمشي
نصاوب الكريمه. عندي الكريمه بردات في الثلاجه، عندي 250 غرام ديال قشده طريه، راني خليتها بردت في الثلاجه باش تخرج معايا الكريمه مزيانه. وانا دابا غندربها بالضرب الكهربائي تطلع الكريمه. ورا الكريمه عندي حلوه، ولا ما كانش عندكم حلوه حاولوا ديروا واحد المعلقه ديال السكر كلاصي باش تجي معكم فيها المذاق مزيان. دابا انا غندربها راه دغيا خليتوها تبرد راه كتخرج معكم الكريمه مزيانه. انا دابا دربت الكريمه هي كما كتشوفوا، حاولوا تضربوها مزيان تتخرج تكون الكريمه مزيان. دابا انا غادي ناخذ الاطار ديالي وغادي نحاول نجمع الحلوى، ما نخليش الجوانب محلولين. وانا خديت واحد كاس ديال الماء طايب ودرت فيه معلقه ديال سريعه الذوبان ديال القهوه باش نسقي الحلوى، وما درتش فيه السكر. ولا بغيتو تضيفوا السكر ضيفوه، انا حيت الكيكه راه حلوه بركه عليها، وبغيتو تزيدوا السكر زيدوا ماشي مشكل في السيرو. دابا انايا الكريمه هي غنفرغها هنايا، غادي ناخذ واحد شويه ديال الكريمه وغادي نقاد الجوانب كما كتشوفوا مزيان، نقادوها باش تجي الحلوه تجي متساويه وتجي مزيانه. دابا كما كتشوفوا قديت الجوانب قديت الوسط ديال الحلوه، وخدت داك السوغيز مصبر. والمهم الا عندكم شي سوغيز يكون عادي ديروه ماشي مشكل، حيت ما لقيتوش انا قطعته طريفات صغار وخليت للتزيين، خليت السوغيز مصبر باش نزين به الحلوه من الفوق. دابا كما كتشوفوا انا قديت الوجه الاول ديال الحلوه ودرت دابا الثاني، وغادي نسقي بالسيرو ديال القهوه اللي صوبته. حاولوا ما تسقيوش بزاف غير شويه، حيت الحلوه راه هي رطبه وزوينه كما كتشوفوا، وراه كتجي زوينه ولذيذه. دابا انا غندير الطبقه الثانيه ندير لها الكريمه، وحاولوا تقادوا المول مزيان باش كتخرج الكيكه مقاده وزوينه. دابا انا غنقاد ثاني الطبقه الثانيه، نقاد لها الوجه ديالها بالكريمه، قادوا الجوانب والوسط مزيان راه كتجي زوينه هاد الحلوه وسهله في التحضير، اي واحد يديرها. دابا انا غندير هاد التزيين بالسوغيز مصبر مقطع طريفات، واي فاكهه ديروها ماشي مشكل. حاولوا ما تكثروش بزاف، ديروها شويه. دابا انا غادي ندير الطبقه الثالثه ونحاولوا ندخلوا مزيان ونديروها في الثلاجه تتبرد. دابا انا خدت 125 غرام ديال القشده الطريه وسخنتها، حاولوا ما تسخنوش بزاف. وقد الشوكولات قد القشده الطريه حتى هي 125 غرام، ونخلطهم مزيان كما كتشوفوا. دابا غنخلط مزيان الشوكولات مع الكريمه، تخلط مزيان حتى ما تبقاش تبان الكريمه كما كتشوفوا. دابا هي خلطتها مزيان وغنديرها في الثلاجه، نغطيها بواحد البلاستيك غذائي ونخليها في الثلاجه تتبرد. دابا انا خرجتها ملي بردت ليا الكاناش، انا غادي نشدها نضربها بالضراب الكهربائي باش تطلع معايا مزيان الكريمه كما كتشوفوا. نضربها بالضراب الكهربائي تطلع الكريمه مزيانه باش يوجد معنا الكاناش. نضربوه شويه تيخرج مزيان. دابا انا خرجت الحلوه من الثلاجه وحيت لها الاطار، وغنزينها بالكريمه ديال الكاناج كما كتشوفوا. غنصاوب لها الوجه ديالها يكون مزيان، نقادو بشويه تتقاد، وندير الجوانب حتى هما. غير بشويه تجينا واحد الطبقه مزيانه متساويه بحال هذا الشكل هذا. حاولوا تقادوا هكا الكريمه مزيان
باش تجي مقاده وزوينه كما كتشوفوا. غير بشويه بشويه تتقادوا الجوانب. انا خدت فيرميسال ودرته في الجوانب كما كتشوفوا، زينت به الحلوه في الجناب، وخليت واحد شويه ديال الكريمه اللي كنت درتها في الوسط، وهذا خليت منها واحد شويه ودرتها في البوش، ودرت بها هاد الوريدات هكا وحده. نخلي واحد الفراغ شويه باش تجي الشكل ديالها زوين. نصوبها هكا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وحده تابعه الاخرى راه كتجي زوينه وكتجي لذيذه هاد الحلوه وسهله في التحضيرات. كنتمنى من الله تجربوها. دابا انا خديت السوغيز مصبر اللي بقى ليا من هذا خليته للتزيين. دابا غنديرو فوق الحلوه هكا، فوق الحلوه اللي صوبت الوريدات ديال الكريمه، غنزين بها هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وحده تابعه اخرى. دابا انايا شديت الشوكولات قطعته طريفات، ذوبته وقطعته مستطيلات، وزينت به الحلوه في الوسط، ودرت شويه ديال السكر كلاصي من الفوق. وانتم كتشوفوا انايا قطعت الحلوه كما تشوفوا راها زوينه، قطعتها هكا كما كتشوفوا. انتم كتشوفوا الحلوه راه جات زوينه وجات مزيانه، وكنتمنى من الله تجربوها وتردوا عليا. ولا عجبكم الفيديو دعموني باللايك وباشتراك في القناه، ومرحبا بكم والف مرحبا.